مخلوق النار ده متقدم عننا مش بس 200 سنة زي ما كنت بقول، ده أنا طلعت هبلة أوي. يعني المخلوق ده طلع متقدم عننا بأكتر من 3000 سنة، وأنا اللي كنت فاكرة ب200 سنة بس طلعت مخطئة. تعالوا أحكي لكم كده قصة حصلت من 3000 سنة أو أكتر في حكم سيدنا سليمان عليه السلام. القصة كلكم عارفينها لما الهدهد أبلغ سيدنا سليمان إن في مجموعة من الناس أو مملكة من الممالك بتعبد الشمس. وكلكم طبعا عارفين القصة الشهيرة لما طلب عرش بلقيس ورد عليه عفريت من الجن ورد عليه اللي عنده علم من الكتاب. الاتنين عرضوا على سيدنا سليمان إن يأتوا بالعرش قبل ما يقوم من مكانه أو قبل ما يرتد إليه طرفه. وبالفعل العرش بقى قدام سيدنا سليمان كما دعا ربه، وبعدها أمر جميع المخلوقات من الجان ببناء صرح كبير، ولكنه غير أي صرح كبير مهول لم ولن يوصف لا من قبل ولا بعد، ولن يحدث مثل بناء هذا الصرح من قبل ولا حتى دلوقتي. وكل ده علشان يستقبل الملكة بلقيس اللي كانت بتعبد الشمس، اللي أمر مين عشان يعمل إيه؟ الصرح الكبير اللي هيستقبلها فيه. تعالوا كده بينا نشوف إيه هو الصرح من 3000 سنة. ركزوا شوية معايا، 5 معرفة. وجاءت الملكة بلقيس وكانت النتيجة، بصوا كده، شافت الماء يجري، ماء يجري داخل القصر، وفيه أسماك وفيه كائنات بحرية داخل قصر سليمان، وهي ما تدري إن فوق هذا الماء قوارير، الله أكبر، مثل الزجاج، ما أجملها، ما شافتها حتى بعينها. وبعد ما جت وافتكرت إن الزجاج اللي تحته كائنات بحرية غريبة ما شافتهاش قبل كده، خدتوا لي بالكم، كشفت عن ساقيها لأن افتكرت إن الزجاج ده المفروض إنه مية، ولكن بصوا كده كانت فاكرة إيه؟ حسبته لجة. من هول اللي شافته كانت فاكرة الزجاج لجة. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبعدين قلت لنا قصة كلنا عارفينها من 100 سنة، عايزة تقولي لنا إيه؟ لا صبركوا علي، أنا لسه ما قلتش إن المخلوق ده المفروض إن هو سابقنا بكام سنة وإيه الإثبات. تعالوا كده للجزء التاني أو الإثبات التاني من اللي أنا عايزة أقوله. ركزوا معايا ما تروحوش في حتة. بصوا كده الفيديو ده كان من 2 سنين. فوقية مية وتحتية مية. كنت في أكواريوم فقيه جدة لما كنت في السعودية، وزرت بصراحة المدينة الترفيهية اللي كلها أسماك من فوق وتحت، اللي كان ساعة سيدنا سليمان ما طلب من الجان صرح عظيم وبلقيس دخلت. شفتوا الفرق؟ تعالوا بقى أقول لكم الاكتشاف بتاع المدينة الترفيهية للأسماك الزجاجية كان من إمتى؟ اللي هو أصلا كان معمول من 3000 سنة لما سيدنا سليمان أمر الجان ببناء صرح عظيم زجاج مليء بالكائنات البحرية، أكواريوم.
أول مدينة أكواريوم جت منين وابتدت إزاي وكانت إمتى؟ سيدنا سليمان كان من 3000 سنة. أما بقى المدينة الترفيهية الحالية كانت في القرن ال19. والله ما عارفة اسمها أكواريوم ولا أكواريوم، أيا كان، يعني نقول كده بحسبة كانت 1853، وبدايتها كانت في حديقة حيوان في لندن، حوض سمك. دي كانت البداية. وكان حوض السمك ده أو مدينة الحيوانات اللي في لندن دي كان اسمها فيش هاوس. ومن هنا انتشرت الأحواض السمكية، وابتدى الفكر يتطور ويتطور لحد ما ابتدوا إن هم يعملوا مدينة كاملة متكاملة عن الأكواريوم، أو مدينة بحرية فيها كائنات بحرية مرئية عبر الزجاج الآمن أو الزجاج الشفاف. طبعا بداية الانتشار كانت في أوروبا وأمريكا، خدوا الفكرة من لندن واشتغلوا عليها وعملوا مدن ترفيهية. وفي العقود الأخيرة ابتدينا نشوفها في الدول الخليج زي الإمارات والسعودية، وابتدت الموضوع يكبر وبقى من أكبر المشاريع اللي احنا منبهرين بيها ونروح ونقول واو، زي ما انتوا كنتوا شايفيني كده في الفيديو. يعني الفكرة ابتدت بحوض سمك لفكر ومراكز كبيرة وعلمية وترفيهية لإبهار العالم، اللي هو أصلا رب العباد ذكره لنا في القرآن الكريم، والمفروض إننا كنا ننبهر من 3000 سنة. يعني كل الانبهارات اللي انتوا شايفينها والدول الأوروبية والأجنبية اللي ابتدوا على الفكرة والمشروع واخدينها من القرآن الكريم في سورة النمل، والقصة كلها هتلاقوها من الآية 20 ل44. ايه رأيكم بقى في ان المخلوق النار ده متقدم عننا مش بس 200 سنة زي ما كنت بقول؟ ده انا طلعت هبلة قوي. لما الواحد بيتدبر ويتفكر في القرآن الكريم يلاقي فيه إعجاز وإعجاب، وبيحكي عن كل ما هو آت. يعني القصص والألعاب والمدن اللي احنا منبهرين بيها طلعت مذكورة ومعمولة من أكتر من 3000 سنة. شفت ازاي عيل صغير كان ممكن يقولكوا الكلمتين دول، ولكن لما سارة تقول نطلع نشكك ونشتم ونقول ايه المهلبية اللي بتتكلم فيها دي؟ طلع انتوا اللي عقلكوا في المهلبية. هنقول ونعيد تالت ورابع وللمرة المليون: القرآن الكريم لكل ما فات ولكل ما هو آت والآن، مش مجرد قصص ربنا بيحكي لنا عنها وخلاص وعدت للي بيدعوا إن كان يا مكان. ده كان يا مكان هو اللي دلوقتي الآن بنشوفه واللي لسه هنشوفه. انبهرتوا في أكواريوم للي هي الأحواض السمكية أو المدن الترفيهية والمراكز العلمية اللي معمولة من 3000 سنة؟ تعال ما أقولك، ولو ركزت أكتر وأكتر في القرآن هتكتشف أكتر وأكتر من اللي أنا بقوله لكم. معلش طولت عليكم المرة دي، ولكن القصة كانت شيقة جدا لمن يدرك. لو عايزيني أتكلم عن أي موضوع من المواضيع اللي انتوا حابينها وأي فكرة عايزين تعرفوا حياتها، اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت عشان يجيلكوا كل جديد. تدبروا وتفكروا هتوصلوا. يومكم جميل.